الحلقة الأخيرة خلصت بسؤال مهم: مين اللي قسم الأسرات دي أصلا؟ وده اللي هنجاوب عليه في الحلقة دي. أهلا بيك في بيت الحياة البرعنة. مانيتون ده شخص كان عايش في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني 300 سنة قبل الميلاد، وهو اللي قسم عصر الفراعنة إلى 31 أسرة تقريبا. وتم التقسيم ده بهدف تسهيل أو تيسير معرفة التاريخ المصري بتاع الفراعنة. وكتب مانيتون كتاب مهم جدا اسمه إيجيبتيكا. الكتاب في محتواه بيتكلم عن أقدم العصور لغاية سنة 323 قبل الميلاد تقريبا. بس للأسف معظم محتويات الكتاب ضاعت ومفضلش منها إلا شوية حاجات بسيطة وملخصات، لكن نقل منه مؤرخين قدام، وبكده نقلوا معلومات الكتاب ده لينا، وعرفنا عن تاريخ بلدنا أكتر وأكتر. بس السؤال هنا، هو احنا عرفنا معلومات التاريخ بتاعنا من مانيتون بس؟ وده اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية. لو استفدت متنساش تفيد غيرك.